السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. في البداية بستأذن حضراتكم فضلا منكم وليس أمرا نعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من جمهور نادي الزمالك العظيم. نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين، شاء من شاء وأبى من أبى. فبستأذن حضراتكم يا جماعة نعمل لايك للفيديو ده عشان فيه مفاجآت كتيرة وفي صفقات لسه بتتعمل، وهنعرف كل حاجة بخصوص الكونفدرالية وموعد طبعا مباراة نادي الزمالك في دور ال 32 وهيلاعب مين، وانقلاب داخل النادي الأهلي بسبب زيزو والشناوي يقود الانقلاب داخل النادي الأهلي. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده كله عاوز أروح مع حضراتكم الأول للحملة اللي معمولة ضد نادي الزمالك من امبارح وضد جمهور الزمالك. من امبارح الدنيا قامت ما قعدتش، الصفحات والإعلام وقناة الأهلي، وبص الدنيا مقلوب. حتى الأهلي قدم شكوى ضد نادي الزمالك وضد جمهور الزمالك عشان يحمي اللاعب بتاعه. يعني خير يا جماعة، ايه اللي حصل فيه ايه؟ قال لك اصل جمهور الزمالك امبارح كان بيشتم زيزو وقاعدين يقولوا الجعان مين، الخاين مين، مش عارف مين. وبعد كده جمهور الزمالك قاعد يقول هدى يا هدى بنحبك يا هدى، هدى يا هدى بنحبك يا هدى. فازاي يا عم، ازاي يقولوا كده؟ طب مين هدى دي يا جماعه؟ يعني هي تقرب له ايه مثلا؟ هل هي زوجته؟ هل هي مين؟ اقسم بالله انا ما اعرف زوجته اسمها ايه. زوجته طبعا سيده فاضله، سيده محترمه فوق راسنا، ولو جمهور الزمالك يقصد الكلام ده طبعا غلط ويتعاقب، واي حد يتعاقب. انت مع لعيب ما ينفعش انك تدخل على اعراضه، تدخل على زوجته، تدخل على امه، تدخل على اخته وتقعد تتكلم في اعراضهم او تقعد تسبهم. انت لعيب باعك وخانك، اعمل معاه اللي انت عايز تعمله. ولكن الناس بيقولوا احنا بنقصد هدى الاتريبي. هدى الاتريبي الفنانه الزملكاويه العاشقه لنادي الزمالك اللي قالت انا بتمنى زيزو يجدد للزمالك ويكمل مع الزمالك والكلام ده كله. وبالمناسبه في كلام طالع ان الزمالك بعت لها دعوه ان هي تحضر مباراه المقاولين القادمه يعني النادي الزمالك. ولكن ما علينا، مش قصتنا. لو نادي الزمالك او جمهور الزمالك بيقصد بالفعل زوجة اللعيب ده، لا احنا ضد الكلام ده. وانا مع الصفحات ومع الاعلام، اعلام طبعا فكريه ترتر. فكريه ترتر ليه بقول كده؟ لانه هو ده الاعلام، هو نفسه اللي كان جمهور الاهلي اكتر من 20 سنه بيتنمروا على شيكابالا وبيشتموا شيكابالا في المدرجات وبيسبوه في نسبه وبيسبوا زوجته واخته وامه وبيشككوا في ابنه ادم، ربنا يخليه له ويبارك له فيه يا رب. وخدوا يعني اعزكم الله كلب اسود، لبسوه تيشيرت ابيض وخدوه راحوا المقابر وقال لك بندفن شيكا وبنعمل وبنخلي. ازيد من 20 سنه شيكابالا بيتعرض لتنمر والاهانه والسباب وخوض في عرضه. مفيش حد كان بيفتح بقه، مفيش دونكي كان بيفتح بقه، مفيش دوج كان بيفتح بقه ويقول يا جماعه عيب ما يصحش. شوف احنا محترمين ازاي. بيقول لا، لو جمهور الزمالك يقصد زوجته يتعاقب، يتطبق عليه العقوبه. ولكن هم بيقولوا ان هم بيقصدهم يعني بيحبوا الفنانه هدى الاتربي، عشان كده الزمالك بعت لها دعوه يعني تحضر مباراه المقاولين زي ما قلت لكم. هو نفس اعلام فكريه ترتر اللي طلع قال لك لما حسين الشحات سب الدين لمحمد الشيب وضربه بالقلم، قال لك اصله نرفزه، اصل عصبه واللعيب ما قدرش يتحكم في نفسه. هو نفس الاعلام اللي طلع يبرر لكهربا وهو بيقول كهربا صح. قال لك ده هتاف عادي يا عم وما فيهاش اي حاجه. حتى طلع مسؤول من النادي الاهلي قعد يضحك وقال الهتاف ده بالمناسبه يعني على الهوا، وقال لك عادي يا عم ده هتاف عادي مفيش مشكله خالص. هو نفس الاعلام اللي ما فتحش بقه ولا بيفتح بقه لما الجمهور
كان بيمسك رمضان صبحي عشان يختار طريقه واختار مستقبله مع بيراميدز، وبيقطعوا فيه وبيشتموا فيه وفي نسبه وفي عيلته. هو نفس الاعلام اللي ما فتحش بقه والجمهور ماسك عبد الله السعيد تقطيع في كل مباراه وتحطيم، ويقول لك اللعيب اللي يمشي من النادي الاهلي لازم نبطله كوره ولازم نحطمه ولازم نخليه ما يشوفش قدامه. هو نفس الاعلام. انا معاكم لو انتم على مبدأ واحد ولكن المبادئ لا تتجزأ. ما تعمليش هنا منصف لما تكون الحاجة ضدك وتطلع تبرر ليها وتطلع تخترع لي حاجات. اصل اللعيب هو اللي نرفز الشحات، اصل كهربا بيحتفل عادي، اصل جمهور متضايق من رمضان صبحي، اصل الجمهور متضايق من عبد الله، اصل عبد الله مش عارف اعمل لهم ايه، اصل رمضان عمل لهم ايه. وانت اللي كنت بتأيد جمهورك وهو بيشتم شيكابالا وبيخوض في عرضه لأزيد من 20 سنة، ما كنتش بتفتح بقك ولا كنت بتتكلم. فالقصة كلها ان الناس بيقولوا يا عم احنا بنقصد هدى الاتربي، وهدى الاتربي اتبعت لها دعوة من نادي الزمالك هتحضر المباراة بتاعت المقاولون العرب بمشيئة الرحمن. فيا جماعة يعني بجد الواحد احتار فيكم، اقسم بالله الواحد احتار فيكم. الواحد مش يعني اما تطلع قناه الاهلي يقول لك احنا مبسوطين قوي وفرحانين لجمهور الزمالك، اللي بيفرح يعني بتشوف فرحه جمهور الزمالك عامله ازاي، بيفوزوا بمباراه بتحسسنا بفرحتنا لما بناخد بطوله. انت بتقصد ايه؟ بتقصد ايه يعني؟ لما قناة الأهلي والإعلام الأهلاوي والبرامج كلها في أي حاجة يطلعوا صورة زيزو ويتكلموا عن زيزو اللي كانوا بيقولوا عليه بالونة وإن هو ملوش فيها وبتاع والحكاية والرواية. ده معنى إيه؟ أنت بتستفز جمهور الزمالك وبتضايق في جمهور الزمالك رغم إن أنت بتخرب أوضة اللبس جوه عندك. محمد الشناوي، الكابتن محمد الشناوي طبعا قاعد يتكلم مع الكابتن محمود الخطيب هو وبعض اللعيبة ومتضايقين من اللي بيحصل ده. ازاي يعني زيزو وبتاع والكل راح لزيزو؟ طب احنا فين يا جماعه؟ هو احنا مش اساس النادي الاهلي؟ هو احنا مش، ولكن اهم حاجه ان احنا نضايق جمهور الزمالك. لما يطلع اعلام فكريات ترتر يقول لك شيل الشاحن اصل انا شامم ريحه شياط، بن شرقي جه الزمالك، زيزو جه الزمالك اصل احنا شامين ريحه شياط. لما يطلع اعلام فكريات ترتر وهبه المدلسه تطلع تتكلم وتقول اصل احنا مش زي انديه محليه يا عيني ما بيعرفوش يطلعوا بره المحليات، وتعالى يا نسر. لما اعلام فكرها ترتر يطلع على القناه بتاعتهم ويلقح تلقيح نسوان، انا اسف على اللفظ يعني، تلقيح نسوان، ويرموا زي النسوان اللي بترمي نسوان الشوارع على نادي الزمالك وعلى لعيبه الزمالك. لما يطلع اعلام فكرها ترتر يحاول يوقع الجمهور في جون ادوار مدير التعاقدات ويقول الزمالك سلم الاداره سلمت الزمالك لسمسار وبتاع وصفقات الزمالك وجايبين اللاعب البرازيلي بمليون و800. انت مال اهلك؟ هو انا رحت قلت لك اديني حاجه واروح اجيب اللعيب بيها ولا تعالى عشني؟ انت مالك؟ انا اسف يا جماعه الالفاظ اللي بقولها بس اقسم لك بالله الموضوع ينرفز، الموضوع يضايق. اشمعنى الزوز؟ انتوا طالعين حملات يا جماعه فظيعه. انتوا كنتوا فين من اللي كان بيحصل؟ كنتوا فين؟ كنتوا فين لما شيكابالا توقف كام مباراه ولا كام شهر عشان خاطر بيقول لرئيس اتحاد الكوره احمد مجاهد انت اهلاوي عشان انت اهلاوي مش عايز تدخل اخواتنا واهالينا يحتفلوا معانا بالدوري؟ يا جماعه المبادئ لا تتجزأ. اقسم بالله احنا قرفنا منكم، اقسم بالله انتوا بتصدروا سموم في عقول الناس وفي عقول الشباب وبتربوا الشباب على الفتنه. واحد هيقول لي يا عم انت بتتعصب. انا مش بتعصب من الاهلي او لا، انا بتعصب من الاشخاص اللي جوه اللي هم بيعملوا التعصب اصلا. الناس يعني معلش لما تقعد تحلل الموقف بنفسك شوف هنا بيعملوا ايه وشوف لما بتحصل حاجه ضدهم بيعملوا ايه. طب انت عارف انت لو هنا زي هنا يعني انت لو تطلع تقول لا عيب ما ينفعش اللي بيحصل ضد شيكابالا الكلام ده ما يصحش، لا عيب الشحات ما ينفعش يسيب بدين ربنا لازم يتعاقب وما ينفعش يضرب واحد بالقلم زيه بني ادم ربنا محرم الصفحه على الوجه،
لما يطلع الاعلام يقول عيب ما ينفعش ان كهربا يطلع يقول ايحاءات جنسيه ضد جمهور الزمالك ومش عارف ايه وصح ومش صح وحطوا ولا عقده ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. عارف لو انت بتقول كده انا معاك في اللي انت تقوله ضد جمهور الزمالك، ولكن للاسف انتوا وباء. تعالى يا جماعه كده ندخل على موضوع الكونفدراليه. النهارده اتعملت القرعه بتاعه الكونفدراليه ودوري الابطال، يعني اتعملت في مدينه دار السلام بتنزانيا. الزمالك بمشيئه الرحمن، طبعا الزمالك مش هيلعب في دور ال 64، هيلعب من بدايه الدور ال 32. الزمالك هيقابل الفايز من دور ال 64 مين بقى؟ ديكا داها الصومالي ولا ديكا داها الصومالي والزمالك السوداني. الفايز منهم نادي الزمالك هيلعبه في دور ال 32. امتى بقى؟ يا اما يوم 17 يا يوم 18 يا يوم 19 اكتوبر. اي يوم في الثلاث ايام دول الزمالك هيلعب قدام الفايز من ديكاداها او الزمالك في دور ال 32. ده مباراة الذهاب. طيب مباراة العودة بقى هتبقى امتى؟ هتبقى احد يومي او ما بين يعني 24 و 26. 24 25 26 من نفس الشهر، شهر اكتوبر. ده بالنسبة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية. عاوز اقول لكم مفاجأة بخصوص بارون اوشينج، اللاعب الكيني، اللاعب اللي بيلعب لنادي سوفاباكا الكيني. لعيب عنده 19 سنة، باك يمين. الزمالك مضاه، الزمالك اتفاوض مع النادي بتاعه، الزمالك من المفروض خلاص اللعيب ان هو يتأيد صفقة تحت السن، ولكن اتحاد الكرة رفض. قال لك لا مش هينفع، والحكايه وصل اللائحه ومش عارف ايه، واحنا قلنا مواليد 2007 يتأيد، مش عارف 2006 لا، شويه حوارات كده. شوف بقى الميزه لما يكون عندك ناس فاهمه وناس في ايديها العجينه اللي هي بتخبزها لك. عشان كده دايما بقول ادي العيش لخبازه حتى لو كان نص. جون ادوارد عمل ايه؟ قال لهم شكرا يا رجاله، السلام عليكم. طبعا نادي الزمالك كان عين الاستاذ محمد متولي المحامي او المستشار القانوني الرياضي الدولي. الزمالك عينه طبعا مستشار قانوني او محامي للفرقه لفريق الكوره. الزمالك او جون ادوارد كلفه ان الراجل يقدم مذكره ويقدم شكوى في الاتحاد الدولي في الفيفا، وارسل معاها او ارفق معاها اللائحه بتاعه اتحاد كره القدم اللي بتنص على اللعيبه اللي بتتأيد تحت السن والكلام ده. وبلغ اتحاد الكوره ان احنا قدمنا شكوى. اتحاد الكوره المصري قال لهم ايه؟ قال لهم لو الفيفا قال ان يتأيد هيتأيد، قال ما يتأيدش يبقى مش هيتأيد. خليني اقول لكم حتى لو اللاعب ده ما تأيدش بمشيئة الرحمن هو لاعبا داخل جدران نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة في يناير القادم. هيجي طبعا مع حامد حمدان اللي يجي بالسلامة طبعا لنادي الزمالك، وان شاء الله مع احمد عبد القادر اللي خلاص بيفسخ العقد بتاعه مع النادي الاهلي، وان شاء الله هيقدر ان هو ينجح ان هو يفسخ عقده مع النادي الاهلي ويكون متواجد في نادي الزمالك بمشيئة الرحمن في الانتقالات الشتوية القادمة. الاهلي بالمناسبة قدم شكوى ضد نادي الزمالك وضد جمهور الزمالك طبعا بسبب الهتافات اللي حصلت يعني، ولكن جمهور الزمالك ما يقصدش. جمهور الزمالك ما يقصدش زوجة حد، هو لو يقصد يتعاقب. ما فيهاش كلام يا جماعة. احنا مش زي الناس ديت، مش هينفع نتنمر ونعمل لو يقصد. ولكن جمهور الزمالك بيحب الفنانة هدى الإطريق، الفنانة الزملكاوية الجميلة العاشقة لنادي الزمالك ولتراب الزمالك، وبعتوا ليها دعوة انها تحضر مباراة المقاولين العرب بمشيئة الرحمن.
فجمهور الزمالك مش زي اللي الناس التانية دي، يعني مش هيطلع هو يشتم اللاعب عادي، بيناكشه بتاع مش الجعان الخاين الهارب، مش الكلام ده كله، ولكن هو ما بياخدش في الاعراض يعني. ولا ايه الكلام؟ ولا انت مش مصحصح معايا للحوار؟ مش عارف، لازم تصحصح كده. هناك اعلام فكريه ترتر يعني ما شاء الله مدور عاد تطبيل وشغال عادل، اللي بيسب الدين واللي بيضرب بالاقلام واللي بيوفي صح والكلام ده كله عاد مفيهوش حاجه. مش كبالة لازم من 20 سنه ده شككوا في نسبه لابنه وفي زوجته وفي اخته، وكانوا بص بيختلوه نفسيا ومعنويا حرفيا، ما كانش حد بيفتح بقه. الزمالك النهارده طبعا ما خدش راحه، بيستأنف التدريبات، شغال في تدريباته عادي ما فيش مشكله. الراجل فيريرا قال لهم يا جماعه ما فيش راحه. شيكو بنزا في جلسه هتحصل معاه، رغم ان في جلسه حصلت معاه مع الكابتن عبد الناصر محمد امبارح، بسبب ان شيكو بنزا طالع متضايق وزعلان. لعيب بالمناسبه ما وقعش على اي عقوبه، لعيب انا فرحان ان هو عمل كده بالمناسبه. ليه؟ لعيب عنده دم وعاوز يثبت نفسه وعاوز يلعب وعاوز يجي، ولسه لعيب صغير وعايز يثبت نفسه قدام الجمهور، والدنيا ماشيه معاه وبتمشي معاه واحده واحده. فهو متضايق ولسه ما يعرفش ال 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 الكيمياء داخل نادي الزمالك، او ما يعرفش الطريقه او الطبع او الانطباع. فالناس او الكابتن عبد الناصر محمد قعد معاه واتكلم معاه وفهمه ازاي يتعامل في الدخول في ارضيه الملعب او خروج بره الملعب والكلام ده. وفيرا برضه هيقعد معاه النهارده بعد التدريبات. احمد فتوح وبالمناسبه شيكو بنزا لعيب جامد. بص بقى هتلاقي الاعلام بتاع فكريه ترفع طالع طالع متضايق ما متنرفز مش عارف ايه. ما تشوفها يا عم، شوفوا يا عم اسمه اللعيب اللي هو الاسمر اللي كان هيجي الزمالك، اسمه يا جماعه اسمه ايه اللعيب اللي هو بيلعب جناح يمين ده، اللي هو القصار الاسمر ده اللي كان هيجي الزمالك بيرسيتا. ما تشوفوه كان بيعمل ايه، ينفع يعني. فتوح فيريرا بيقول لا انا شايفه بدأ يلتزم، وفتوح بدأ يلتزم بالمناسبة، وواحدة واحدة هيبدأ ان هو يدخله مع الفرقة نظرا لاحتياج الفرقة لأحمد فتوح. فتوح لعيب كبير طبعا، ولكن انا قلت فتوح عاوز حد يقعد معاه يصحصحه يفوقه، يقول له يا ابني انت مخك ده مسلط عليك هيضيعك، انت خسارة، ابنك ما ينفعش انك ترميه، ابنك انا عنفه اعاقبه اعمل في اللي انا اعمله، ولكن ما ينفعش ان انا اذبحه. ففتوح انا بدا ان هو يلتزم، بدا ان هو يواظب على التدريبات، بيتدرب فردي وكلام من ده، ولكن هيبدا يدخل في التدريبات الجماعيه واحده واحده، وان شاء الله خلال الايام اللي جايه يعني هنبدا نشوف فتوح بيبدا يدخل في المباريات واحده واحده، لو حافظ على التزامه، وشرط ان هو يقدم اعتذار للجهاز الفني طبعا ولزمايله ولجمهور نادي الزمالك. بكده انتهت حلقتنا، مش هطول على حضراتكم اكتر من كده. بتمنى تشاركوني برايكم في التعليقات، وبتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهور نادي الزمالك العظيم. نادي القرن الحقيقي، لان بيتضايق ناس كتير يعني، نادي القرن الحقيقي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين، ومعرفش ازاي السبعه بقت اكبر من التسعه، ومصطفى مراد فهمي والارقام مش عارف والله. وقبل ما تخرج ما تنساش تكتب عاش الزمالك وعاش حب في قلوبنا، اكبر قلعه رياضيه في مصر وفي العالم كله. ويسعدني طبعا من كل زملكاوي ان هو يشرفني بالاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. شكرا لكم، السلام عليكم.